عمرك شي نهار حسيت لشريك حياتك مخبي عليك حاجة ولكن ما تنجم تثبت حتى شيء، يعني تحسه صادق معاك ما مش 100%؟ مالاش قولك لو كان نقولك باللي مكثرية النساء ما يعرفوش يقرروا رجالهم، مش خاطر الرجال يعرفوا يكذبوا، لا، خاطر النساء ما يعرفوش يصلبوا رجالهم على ريوسهم. اهو باش نعطيك يا غالية كيفاش تركح له اموره. اهوما 4 حاجات تحطهم في مخك وما تنساهمش. اولا، وقتاش تصلبوا على راسه؟ التوقيت مهم على الاخر. كانوا ستريسي، تعب ولا داخل بعضه سايب عليك، شوف نهار اخر. خاطر الراجل كي يبدا مش في صحنه يا غالية، راك ماكش قاعده تحكي معاه، قاعده تحكي مع نظامه الدفاعي. الراجل ما يقر كان كي يبدا كالم ريلاكسي وماهوش ستريسي وحاس بالامان، اي سورتو حاس بالامان. ثانيا، ردي بالك تتهمه وديما احسب روحك مصدقته. مثال، في بلاصه ما تقول له احكي لي الحقيقه، جرب قول له قداش انت تتضرب ويعجبك الراجل الصادق اللي كلمته يقولها وما على بالوش. هكاكا يخرج من الوضعيه الدفاعيه نتاعو يا غالي ويحاول يكونك الراجل الوهمي اللي انت صنعته له، وكيكا يتشجع انه يحكي الحقيقه. ثالثا، وهذه حاجه قويه على الاخر، واللي هي الصمت استراتيجي. جرب اساله السؤال اللي تحب تساله له ومن بعد اسكت، ما تزيد حتى كلمه، ما تتكلمش، ما تعاونوش، واقعد اغزر له في عينيه. راهو الصمت يخليه مش مرتاح وما لا لاز على الاخر، ويخليه يولي يحكي باش يخرج من الوضعيه النفسيه اللي انت حطيته فيها. رابعا واخيرا، ركبيه له يا غاليه اللي انت قابله الحاجه اللي انت شاكه فيه انه يعمل فيها. مثال، قل له فلانه قداش هي مهبوله، طلقت راجلها وخسرته على مجرد خيانه، وبرا كان خانها الناس الكل تغلط، وهون يولي مرتاح اكثر باش يقر. خاطر الراجل يا غاليه صعيب ياسر كان يقر وقت اللي يبدا حاسس لي انت باش تجوجيه. لازمك تلقى طريقه تنحيله بها الخوف، خاطر اكثر حاجه تخلي الراجل يخبي وما يقرش هي الخوف. وهاي الحقيقه اللي برشا نساء ماهمش فاهمينها. راهو التقرير ما يجيش في ليله ونهار، لازمك تلعب على المدى الطويل، لازمك تخلق له محيط يحس فيه بالامان انه يكون على حقيقته، وقتها يوريك حقيقته واللي فما يخرجهولك على برا. وانت وقتها بعد ما تعرفوا على حقيقته يا غالية قرر وحدك اسكو تقعد معاه ولا تمشي على روحك. خاطر الراجل ما يقرش تحت الضغط، الراجل يقرك يبدا حاس بالامان. كان عندك وضعية معينة تحب تسمع رأيي فيها، ولا عندك سؤال على العلاقة اللي انت فيها التو، ابعث لي ميساج باش تاخذ معايا رونديفو. ربي يهني الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.